رودريجو ب20 دقيقة لخص أداء فينيسيوس اللي نزل أساسي ولعب 70 دقيقة. أكثر شيء يعجبني برودريجو هو تحمله تحت الضغط وتصرفه بالكرة بالمساحات الضيقة. يعني مثل ما تشوفون بهاي الحالة طبوا بتكتل دفاعي، راوغ كل هاي اللاعبين بكل سلاسة واعطاك اسيست لمبابي من كرة ميتة حرفيا. اللي يساعد رودريجو يراوغ بهاي السلاسة وبهذا الهدوء هو استخدام القدم اليمنى والقدم اليسرى، يعني يراوغ بالقدمين. وهسه راح اثبت لك هذا الشيء بالحالة الثانية. قبل لا اثبت لك، الفيديو ياخذ من عندي شغل ساعات ومرات ايام، والمتابعة تاخذ من عندك ضغطة على الشاشة فقط. فانت اذا تريد تقدر تعبي وترفع محتواي تخلي لي متابعة فقط وابقى ممنونك. شوفوا هنا ايضا طبوا بتكتل دفاعي، عبر الاول، راوغ الثاني بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى عرض اسيست رأسية الكوبامينجا اجا منه للريال هدف. سؤال يطرح على المدريدي، هل هذا اللاعب يستحق يقعد دكة؟ أنا برأيي لا هذا يستحق يقعد دكة ولا حتى فيني يستحق يقعد دكة، وأيضا أفضلهم اثنيناتهم على الجهة اليسار. زين شنو الحل؟ تلاعب اللاعبين على الجهة اليسار؟ طبعا لا. لكن فينيسيوس الآن بالوقت الحالي بهاي النسخة الجديدة الرجال على الجناح الأيسر مو نافع. شلون يعني مو نافع؟ يعني نسخة فينيسيوس كارلو أنشيلوتي لما كان يلعب على الجناح الأيسر وياخذ الكرة من الخط ويراوغ 4 و3 ويطب لك لمنطقة الجزاء وينطيك اسيست او جول، هاي النسخة انقرضت. الحل الوحيد لفينيسيوس حتى يرجع يقدم تشافي ألونسو يوظفه توظيف جديد، وانا شفته لما وظفه قدام ليفانتي بالجناح الوهمي او خلف المهاجم قدم اداء خرافي. الرجال من يدخل على العمق يصير اخطر. فوجود رودريجو بالجناح الايسر الصريح ووجود فيني كجناح ايسر وهمي او خلف المهاجم هذا ينطي للتشكيله اكثر قوه. انت برايك اكتب لي بالتعليقات تفضل على الجهه اليسرى فينيسيوس جونيور ام رودريجو؟ حتى لو انت برشلوني او تشجع اي نادي غير الريال مسموح لك تعلق، راح انتظرك تعلق بالتعليقات. لا تنسوا المتابعه وشكرا حبايبي.